طارق السكيتيوي اختار 29 لاعب بعناية، كيبني فريق قوي وجاهز للمنافسة من أول دقيقة، والهدف هو اللقب. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شكون تم استدعائه، علاش هاد الأسماء بالضبط، وكيفاش المغرب داخل البطولة بعقليات غادي نربحوا. خليكم معنا غادي نعرفوا التشكيلة والتحضيرات وفين غادي يكون معسكر التركيز، وتفاصيل أكثر بعد شهرات بداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم ماروك فوت. طارق السكيتيوي مدرب المنتخب الوطني المغربي الرديف عيط على 29 لاعب باش يشاركوا في التجمع الاعدادي المغلق اللي غادي يدخل فيه المنتخب الوطني في مركب محمد السادس لكرة القدم من 10 حتى 18 نوفمبر 2025. التجمع جاء في اطار استعدادات المنتخب الرديف باش يشارك في بطولة كأس العرب اللي غادي تكون في قطر من 1 حتى 18 دجنبر 2025. والطاقم التقني باغي يجرب جاهزية اللاعبين ويشوف الانسجام بيناتهم قبل ما تبدا المنافسة. قرعة كأس العرب حطت المنتخب المغربي في المجموعة الثانية مع السعودية والفائز من مباراة عمان والصومال، وايضا الفائز من مباراة اليمن وجزر القمر. دابا اجي نشوفوا شكون كاين في اللائحه ديال المنتخب الوطني الرديف. نبداو بحراس المرمى: صلاح الدين شهاب المغرب الفاتي، مهدي بن عبيد الوداد الرياضي، رشيد غنيمي الفتح الرباطي. المدافعين عندنا هيثم منعود نهضة بركان، وحمزة المساوي نهضة بركان ايضا، مروان الواديني الجيش الملكي، يونس عبد الحميد الجيش الملكي، انس باش الجيش الملكي، محمد بلسكوت الرجاء الرياضي، محمد مفيد الوداد الرياضي، منور سعدان الفتح السعودي، سفيان بوفتيني الوصل الاماراتي، محمود بن تايك الزمالك المصري. وسط الميدان: ايوب خيري نهضة بركان، خالد ايت اورخان الجيش الملكي، محمد ربيع حريمات الجيش الملكي، صابر بوغرين الرجاء الرياضي، اشرف المهديوي التعاون السعودي، وليد الكرتي بيراميدز المصري. والهجوم: يوسف مهري نهضة بركان، منير الشوير نهضة بركان، حمزة الهنوري الوداد الرياضي، عبد الرزاق حمد الله الشباب السعودي، كامل بركاوي الطفرة الاماراتي، وليد ازارو عجمان الاماراتي، طارق تيسودالي خورفكان الاماراتي، اسامه طنان ام صلاد القطري، امين زحزوح الوكرة القطري، اشرف بن شرقي الاهلي المصري. وبهذا غادي نكونوا كملنا اسماء اللعبه اللي غيشاركوا في البطوله بقميص المنتخب اللي عنده حظوظ قويه بالفوز بهذه البطوله. وايضا السكيتيوي يزيد الخزينه ديالو لقب اخر مع المنتخب المغربي، ونتمنى تكون الفرجه والمتعه في هذه البطوله كما كتعودنا دائما. شكرا لمشاهدتكم، ما تنساوش تخلوا رايكم في التعليقات، ومرجو تشرفوني بالاعجاب على الفيديو وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والعائله باش يوصل اكبر عدد ديال الناس. كنت مع قناتكم ماروك فوت اللي كتجيب الحقيقه وليس الا الحقيقه. ولخبر اخر نلقاكم على خير، مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جاي.